ورجعنا لكم بفيديو جديد. سنتحدث في هذا الفيديو عن الترتيب النهائي للمجموعة الثانية والتي تضم منتخب اليمن وباكستان، لاوس وقرقستان، كمبوديا وغوام. بعد انتهاء الجولة الأخيرة من هذه التصفيات، طبعا نتائج مباريات اليوم: اليمن يحقق انتصار على لاوس ب4 أهداف مقابل هدفين، وغوام تخسر أمام باكستان ب10 أهداف مقابل لا شيء، وقرقستان يحقق انتصار على كمبوديا ب3 أهداف مقابل لا شيء. ترتيب النهائي للمجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأخيرة: اليمن في الصدارة وخلاص طار بالبطاقة التأهل الوحيدة من هذه المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا، وألف مبروك لمنتخبنا الوطني وللاعبين والجهاز الفني ب15 نقطة، سجل 24 هدف واستقبل 3 أهداف. بينما في المركز الثاني منتخب باكستان برصيد 9 نقاط، سجل 19 هدف واستقبل 9 أهداف. ومنتخب لاوس في المركز الثالث برصيد 9 نقاط أيضا، سجل 19 هدف واستقبل 9 أهداف. قرقستان في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، سجل 16 هدف واستقبل 7 أهداف. بينما منتخب كمبوديا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، سجل 7 أهداف واستقبل 15 هدف. ومنتخب غوام في المركز الأخير سجل هدف واحد، فريق لا حول له ولا قوة، واستقبل 43 هدفا من خلال 5 مباريات لعبها منتخب غوام في هذه التصفيات. لا يوجد لديه أي نقطة في هذه التصفيات. إذن ألف مبروك لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني واللاعبين وأيضا اتحاد الكرة على هذا الدعم لهذا المنتخب. بالأخير منتخبنا الوطني استطاع تحقيق المراد، وهي بطاقة التأهل والحضور في نهائيات كأس آسيا القادمة بإذن الله تعالى في صدارة المجموعة. أكيد سيكون تصنيف منتخبنا الوطني بالنسبة لمستويات سحب قرعة النهائيات أكيد سيكون يا في المستوى الأول على الأقل أو في المستوى الثاني، وإن شاء الله حظوظ المنتخب ستكون قوية بالنسبة لتصنيف المنتخبات لسحب قرعة نهائيات كأس آسيا. طبعا شكر خاص للاتحاد، شكر خاص لمنتخبنا الوطني وأيضا الاتحاد العام لكرة القدم. بصراحة نحن نتحدث عن الشيء الإيجابي وننتقد الشيء السلبي، وهذا شيء طبيعي متابعين الأكارم، ولكن بصراحة إنجاز للكرة اليمنية بتأهل هذا المنتخب بالرغم من ضعف الإمكانيات، ولكن استطاع المنتخب بأن يعود من أجواء هذه المباراة خصوصا في الشوط الثاني. استطاع المنتخب بأن يسجل أهداف، استطاع المنتخب بأن يسيطر على أجواء هذه المباراة ويخطف بطاقة العبور والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا. طبعا بالتوفيق المنتخب، بالتوفيق الجهاز الفني، والدعم القادم إن شاء الله سيكون من الاتحاد العام لكرة القدم بتجهيز هذا المنتخب في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. لا أريد أن أطول عليكم في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى.